السلام عليكم مشاهدي الكرام، لاباس عليكم خواتاتي الغزالات. راني جبت لكم وصفه رائعه اللي غادي تعجبكم وتقدروا تعطروا بها البيوت ديالكم، غرف النوم كذلك، يعني صالون ديال الضياف. مهم تقدروا تعطروا بها اي بلاصه بغيتو. كنجيبوا نجاره من محلات ديال النجاره. كناخدو اناء ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه على قياس داكشي اللي جبنا والالوان اللي حنا محتاجين نديروهم. من طبيعه الحال كنجيبوا الماء ديال الروبيني، كنخويوه على هذيك النجاره. من بعد كنجيبوا ملون، نقدروا نديروا ملون غذائي. انا استعملت المايكا اللي كنستعملوا في التجميل وتلوين الصابون الصلب. تقدروا ديروا ملون غذائي، تبارك الله فيه الوان كثيره، فيه يعني متعدده. فيه ازرق، احمر، اصفر، اخضر، فيه بنفسجي، فيه يعني تبارك الله الوان كثيره كاينه في يعني ملونات غذائيه. كيف كتلاحظوا بقيت كنزيد المايكا باش نوصل له اللي انا بغيت نوصل ليه. درت الاحمر كذلك الازرق سماوي، درت البرتقالي، درت لون اخر غتشوفوه معنا. خدينا كيف كتشوفوا هاد النجاره هذه رقدناها مزيان في في هاد الملون هذا. تقريبا خليتها مرقده 30 ساعه على ود باش تشرب لينا مزيان. من بعد سقطرتها كيف كتلاحظوا، درتها في بلاطوات وخليتها كتنشف. تقدري يا اختي الا كان الحال بارد حتى طيبي خبيزات في الفران وتاخدي يعني بلاطو ديالك وتدخليه حتى كطيبي وتسالي وتطفي الفران يكون باقي سخون وكتدخلي البلاطو وكينشف ليك. عاد تقدري تستعمليه. كيف كتلاحظوا نشفنا هاد النجاره هادي. من بعد غادي نجيبوا المعطرات. كيف كتلاحظوا كتولي يعني تبارك الله ناشفه مزيان. دابا هاد النجاره حنا غادي نعطروها كتكون جاهزه باش تشرب لينا حيت هي ناشفه وغتشرب لينا المعطرات اللي حنا بغينا نديرو. انا اختاريت باش ندير هاد المعطرات هادو. اختاريت ندير انواع ديال المسك. كاين المسك الابيض، كاين تبارك الله انواع ديال هاد النوع ديال المعطرات كيعجبوني زوينين. كاين المسك الابيض، كاين المسك داك العنبر، كاين كذلك الف ورده، كاين يعني تبارك الله كاين الخير والبركه، وكل واحد كيشري على حساب العطر اللي كيبغي يرتاح ليه، يعني اللي كيبغي يشمو ويرتاح ليه. كذلك كاين زيوت عطريه ممكن تستعملوها كذلك، يعني تبارك الله كاين الخير والبركه. كنعطروهم مزيان. تقدري ديري شي بارفان اللي عزيز عليك، تقدري ديري كذلك بخور مثلا مفضل عندك. تبارك الله اي نوع اللي كتبغيه ديال العطور تقدري تخلطيه في هذه النجاره هذه. تبارك الله راه كتبقى شاده مده اطول. وحتى فاش كتشوفي الريحه انها ما بقاتش عاطيه بزاف، كتقدري تزيدي العطر اللي انت كتبغي كتزيديه فيها وتعاودي تعلقيه من جديد. غادي نستمروا على هاد الطريقه هذه حتى غادي نكملوا الانواع ديال النجاره اللي متواجده عندنا. كيف كتلاحظوا كنصايبوا كل نوع بوحديته باش نقدروا نوضعوهم في ساشيات. اختي الغزاله، هانتي كتشوفي كيفاش ولات هاد النجاره هادي كتبان، حتى النظره ديالها كتبان راها مخلطه مزيان. جبنا هاد الساشيات هادو باش نقدروا نحتفظوا لاننا ما غاديش نستعملوا كل شيء. اللي غادي يستعملهم كتجاره فغادي يخدم مباشره بهذوك الساشيات ديال الحنه اللي كيداروا في العراسات وفي هذا في الخطوبه. يعني اللي غادي تستعملهم المحل ديالها، يعني غير الدار. غادي تاخدي هاد الساشيات هادو وغتوضعي فيهم يعني ساشيات ديال البلاستيك وتوضعي فيهم الكميه اللي انت باغا تخزنيهم، وغادي تسدي عليهم تغلقي مزيان وتوضعيهم في شي بلاصه. يعني باش يبقاو نهار تبغيهم غادي تلقايهم واجدين. وهادوك اللي غادي تبغي تعطري بهم الدار ديالك غادي تديريهم مباشره في
هذا في ساشيات ديال الحنه. انا الساشيات اللي كنت بغيت الصراحه ما لقيتهمش، يعني اللي كنت عارفه انهم غادي نلقاهم الساعه ما لقيتهم شيء. لقيت نوع اخر ديال اللي كيتوضع فيهم الحنه، لقيتهم مفتوحين. هانتوما غادي تشوفوا معايا. كتزيني باي اي سين تبغيتي، اللون اللي بغيتيه كتزيني به. تبارك الله كيجيو في اللون زوينين، وحتى كذلك ما شاء الله راه ما نعاودش لكم على واحد الريحه اللي طالعه من هاد النجاره هذه. تبارك الله ريحه ديال البخور وعطر ومخلطه. تبارك الله غادي تشوفوا معايا واحد النوع اللي غادي نخلطوه كذلك بالبخور. هذاك حتى هو صراحه زوين بزاف. هادو غادي نحتفظوا بهم اللي درنا في ساشيات ووضعناهم كذلك في هاد الغلافات ديال الحنه. غادي نحتفظوا بهم، يعني حتى نهار نحتاجوا ليهم. وهادو اللي غنبغيو نعطروا بهم الدار، كيف كتلاحظوا راني درتهم مباشره في هاد الثوب هذا ديال هاد الثوب كيكون رقيق. وراه تبارك الله نتوما راكم عارفين كيفاش داير ديال الحنه، يعطر لينا الدار تبارك الله. خصوصا مع الصباح كتصبح واحد الريحه زوينه زوينه صراحه في الدار. لان فيه الريحه مجهده. ونهار اللي كتكون يعني كنشوفوا العطر انه خفاف ما بقاش كيعطي بزاف، نقدروا نضيفوا شويه ديال العطر علاش لا، ونحتفظوا بهذيك النجاره. يعني دائما ما عندها ما يخسرها، كتبقى دائما مزيانه. وكذلك حتى الناس اللي بغاو يديروه كتجاره صراحه راه زوين وغادي يطلع رخيص، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غاليه. تقدروا ديروا نوع واحد او جوج ديال العطور. يعني علاش لا، يعني بلا ما ديروا عطور بزاف تقدروا ديروا غير عطر واحد ماشي مشكل، غير هو يكون مجهد باش تقدروا تتاجروا فيه. وهاد النوع هذا كيف كتلاحظوا راني اختاريت باش نضيف ليه المسك الاسود، هو اللي كان متوفر عندي. وضفت ليه كذلك هاد النوع ديال البخور. كيف كتلاحظوا مهم لقيته شويه جامد، لان حس يمكن مع البرد داكشي علاش جامد. لقيت صعوبه انني باش نقطع المسك الاسود. ولكن تبارك الله راه فيه واحد الريحه اللي هي جميله جميله بزاف. وحتى هذاك النوع ديال البخور حتى هو فيه ريحه اللي جميله. وخصوصا ملي كتوضعوه في الغرفه كتعلقوه في شي قنيت ولا في الجنب ديال الناموسيه ديال الاطفال ولا ديالكم. الوقيته اللي كتحلي هذيك الغرفه غسيل غزاله كتضرب فيك واحد الريحه اللي هي زوينه زوينه بزاف. ما شاء الله كتكون الغرفه معطره. ونهار اللي كتشوفي ان يعني العطر خفاف ما بقاش كيعطي بزاف، تقدري تحلي هاد الساشيه هادي وتضيفي ليها شويه ديال العطر وشويه ديال البخور وكتعاودي تغلقيها وتستعمليها. بالنسبه للبخور راه كاين انواع كثيره كثيره بزاف. انا خديت هذا النوع ديال العود ديال المهم اي نوع تقدروا ديروا. انا اختاريت ندير ديال القناص. كاين كذلك عطور الخنجر، كاين تبارك الله بزاف بزاف ديال الانواع ديال العطور اللي تقدروا ديروهم. كاين الحرمين، كاين بزاف ديال العطور اللي تقدروا تستعملوهم. كنسدو بهاد الطريقه هذه كنديروا التزيين اللي حنا بغينا. انا درت اختاريت باش نسد بهاد السينته هذه. كتشكلوا الشكل اللي نتوما بغيتو. تقدروا الا لقيتوا هاد الساشيات اللي كانوا كيتباعوا شحال هذا، يعني كيكونوا مخيطين وواجدين. هما ديال الثوب هكذا، يعني ماشي مفتوحين. هادو مفتوحين وانتي اللي كتغلقيهم وتشكليهم بالشكل اللي بغيتي. الاولين اللي كانوا كيتباعوا كانوا ساشيات اللي هما بحال هاد البلاستيكات اللي عمرت فيهم، ولكن هما كيكونوا ديال الثوب. كنظن البنات ديال التسعينات غادي يكونوا كيفهموني في هاد النقطه اللي كنتكلم عليها، لان هادو كانوا هما اللي متواجدين بزاف في المغرب. مشاهدي الكرام، كنتمنى هاد الحلقه هذه تعجبكم. خواتاتي الغزالات، كنتمنى كذلك تجربوا هاد الكموسات، الكموسه المعطره.
جربيها اختي وردي عليا في كومنتير ولايك، ما تنسايش وما تنسايش ابوني كذلك. ومرحبا بالناس الجداد حتى هما ما ينساوش ابوني. مرحبا بكم كاملين، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنسوش بارطاج، كاينين الناس محتاجين لهاد القناه هذه. بارطاجيو بارطاجيو. شكرا، الله يجزيكم بخير. كنتمنى هاد الحلقه هذه تنال اعجابكم. شكرا على المتابعه، والى حلقه مقبله ان شاء الله.